يا ريت لعيبه منتخب مصر تسمع فيديو تريكا ده. كل واحد يقول لك يا كوت ديفوار هتكسب مصر، هتكسب مصر. مصر كسبت كوت ديفوار بالجيل الذهبي بتاع كوت ديفوار. ايوه صحيح. عبد القادر كيتا ودروجبا يا توريه. فالولاد لازم يبقوا بثقه. العب بشخصيه منتخب مصر، العب بشخصيه التيشيرت منتخب مصر. بص كده على النجوم اللي انت بتلعب بيها، 7 نجوم. اوعى تخاف من حد، هم اللي يخافوا منك. والله العظيم يا عبد العزيز، احنا لما كنا بنلعب الانتخابات دي ما تخش في بدايه المباراه مرعوبين. والله العظيم مرعوبين. منتخب الكاميرون ده 2008 ايتو رئيس الاتحاد الحالي هو الوحيد اللي كان بيتكلم في التنل وهم نازلين، والباقي مرعوب لانه خسر من منتخب مصر في ماتش الافتتاح 2008 4. دليل على قيمه لاعبي منتخب مصر. ايوه عشان كده انا بقول للعيبه بتوعنا العب بثقه وما تخافش، وكل ما تخاف وان شاء الله مش هتخاف تبص على ال7 نجوم يطمنوك. اوعى تخاف. ورغم كده المستوى بتاعنا هيتبدل ان شاء الله. وعندنا وكل ما ننسى او كل ما الناس تتناسى تفتكر ان عندك احسن لعيب في العالم محمد صلاح. فاحنا عندنا امل كبير فيهم، وعندنا امل كبير في المنتخبات العربيه كلها. اتمنى للجميع التوفيق. ورساله اخرى، كره القدم تجمع العرب وليس تفرق العرب. كره القدم تجمع ولا للتعصب، وفي الاخير هي لعبه ولا هتقدم ولا هتاخر. فالجميع يهدى كده ويتمنى الخير للجميع، ويتمنى الخير للمنتخبات العربيه. اتمنى ان البطل يبقى عربي فالامور تهدى والجميع يهدى. كره القدم تجمع، كره القدم زي ما شفنا في كاس العرب كل متجمع، فلا للتعصب لا للكراهيه. اتمنى الخير للجميع. الكلام ده يا ريت لعيبه منتخب مصر تاخده كده تحطه حلقه في ودنها، لان 2008 بس عشان الناس بس مش مذكره برضه. تعال اقول لك كوت ديفوار 2008 كانت عامله ازاي. كله توريه ارسنال، زكوره خط نص كان بيلعب في توتنهام، ارسن بوكا مش فاكر بيلعب فين، ابويه كان بيلعب في جلاتا سراي، يا توريه ساعتها كان في برشلونه، دروجبا تشيلسي، عبد القادر كيتا، ارونا كونيه، بكاري كونيه، وارونا دنداني. اللعبه دي كلها كانت بتلعب في احسن انديه اوروبا. احنا كان عندنا مين باك محترف؟ هو المحمدي اعتقد كان لسه طالع باحتراف، محمد زيدان. بس والله بس عملنا ايه؟ رزعناهم 4. رزعناهم 4. كان بيقول ابو طيب كده ده مش كلام ايه اشعارات وتحطه، لا هي مش كده والله. العب انت مش قليل برضه معلش. معاك لعيبه محترمه جدا. هو اي نعم مش زي جيل 2008 بس معاك لعيبه محترمه. مالكش غير الدعاء وربنا يكرم. انا شايف من وجهه نظري شايف ان منتخب مصر هيقدم مباراه كويسه قدام كوت ديفوار وهيكسب كمان ان شاء الله تعالى. بس لو لعبنا بخطه متوازنه، خطه متوازنه مش دفاعيه، لا خطه متوازنه ولا هجوميه، متوازنه بس.